السلام عليكم. غادي نشارك معكم هاد الخبيزات ديال الشحمة بطريقة سهلة وخصوصا للمبتدئات. بسم الله. عندنا واحد الكمية ديال الفلفلة، أنا استعملت غير الفلفلة حمراء هي اللي كانت متواجدة عندي خديت واحد 4 ديال الفلفلات، قرّطتهم مزيان في الهشوار. بصلة حتى هي مقرّطة مزيان باش العجينة ديالنا ما تحلش لينا. والفكرة اللي غنشارك معاكم هي باش ما تخرجش لكم الحشوة من الخبز. ت ملي تقرّضوا الفلفلة والبصلة خليوهم يتسقطوا من داك الماء اللي تيكون فيهم، ربما استعملوه في حوايج أخرين، استعملوهم في صوبة ولا شي حاجة، المهم ما غاديش يضيع. من بعد خديت الشحمة مطحونة حتى هي، التوابل كاملين، كمون، تحميرة، سكنجبير، خرقوم بلدي، الملح، التوابل كاملين، قزبر ومعدنوس. صافي كان هذه الحشوة كتكون موجودة. الطحين غديروا اللي باش كتستعملوا نتوما، ما تكتروش غير القمح لأن العجينة كتقطع. كتروا فينو والفرص، ولا كنتو كتاخدوا القمح زيدوا واحد شوية ديال القمح. أنا هادو هما الشي اللي درت. من بعد صافي عجنت العجينة خليتها حتى خمرات شوية، ما تخلوهاش تخمر بزاف، هذه ديال البطبوط ما تخليوهاش تخمر بزاف. وهانتوما تشوفوا الطريقة في الفيديو باش تجمعوا الخبيزة، راه ما كتخرج ما والو، بالعكس كيجيو مزيانين. طريقة موضحة في الفيديو، ما قطعت والو. كديروا الحشوة من الوسط وتجمعوها هكذا بحال غادي تجمعوا شي رزيمة صغيرة. صافي ما تخليوه لا يخمر لا والو. ملي تكملوا العجينة ديالكم صافي تديروا المقلة ديالكم تسخن وتحطوا الخبيزات يطيبوا. السر في البطبوط هو كتبقاو تقلبوا في البطبوط، ما تخليوش في داك الاول يبقى حتى كتقصح ديك الخبزه. غير واحد الفقاعات صغار يتكونوا، قلبوا الخبيزه ديالكم صافي، وبقاو تقلبوا فيها حتى هكا كتنفخ. صافي وكتكملوا الطياب ديالكم الخبز كامل. صراحة حتى الحشوة جات رائعة، خصوصا ملي فيها داك الفلفلة حمراء كتعطي واحد المذاق الزوين. ولا عندكم فلافل هكا الصفرا والخضرا، راه كلشي كيجي مزيان في هاد الخبز ديال خبيزات هكا ديال الشحمة. هكذا شاركت معكم هاد الخبيزات لأول مرة غادي تصاوبوا. إن شاء الله عجبكم الفيديو، خليتكم على خير، ما تنسونيش من الدعم ديالكم.